لو جربتي تعملي الجمبري بالطريقه دي اوعدك انك اول مره هتاكلي جمبري بالحلاوه دي، وسهل وسريع وما بياخدش وقفه ربع ساعه بالكتير قوي. اكله في منتهى الجمال. ما تيجي نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا جبت الجمبري غسلته، شطفته بالميه كده شطفه خفيفه الاول، وبعد كده قصيت الشنبات الطويله دي، وهعد بقى عند ثالث عقله او رابع عقله كده في الجمبري هطلع بالخله بتاعه الاسنان من غير ما افتح لا بسكينه ولا بمقص، وعملنا الطريقه دي قبل كده. خلاص، وبقص الرجلين كده والشنبات على قد ما اقدر، عشان انا هشويه يعتبر مشوي، يعتبر على الطاسه يعني، مش هيبقى مقلي متقشر كامل. اهو اسهل طريقه لازاله الكيس الرمل يا جماعه. خلاص هروح على الحنفيه بقى اغسله كويس بشويه دقيق كده وعصره ليمون واجيلكوا تاني. جبت بقى ملح، كمون، توم، على هريسه شطه وكزبره ناشفه وشويه بابريكا صغيرين وعصره ليمون حلوه محترمه كده، ومعاهم كمان شويه خل. طبعا يفضل تحطي شويه كرفس كده اخضر، دول بينقلوا السمك في ناحيه تانية خالص. انا على طول بفرزه صراحه عشان ما ببقاش الاقيه في كل الاوقات. لو مش موجود خلاص ممكن تنزلي بعود شبت كده على كزبره خضراء، بس هو الكرفس معروف يعني. قلبت بقى الخلطه دي وهبتدي بقى اتبل الجمبري. هنزل بالخلطه الجميله دي كده كله الخبطه فيها كده، واسيبه كده حوالي تلت ساعه او نص ساعه كده قبل ما اشتغل فيه عشان يتبل كده ويشرب من الخلطه كويس. خلاص جبت معلقه زبده كده كانت سايحه. الجمبري بالزبده يا جماعه بيبقى خطير، وانا عملت معاكم الطريقه دي قبل كده. عملت الجمبري بكذا طريقه، قلت اعيدها لكم تاني. كنت عامله لكم الطريقه دي من سنتين قبل ما اعزل هنا. بمناسبه بقى ان احنا في وقت الدراسه مش عايزين نقف كتير، فكرت ان انا اعمله بالطريقه دي. قلبت الجمبري كده لغايه لما ابتدى لونه يحمر خفيف كده في الزبده، وبعدين رحت نازله عليه بطماطم وفلفل الوان. خلاص، وعليهم برده شويه من الخلطه اللي هي بتاعه الجمبري اللي انا كنت متبلاه فيها، وهبتدي اقلب وهدي النار بقى شويه كده. هياخد كام في الوقت ده كله؟ هياخد حوالي 7-8 دقايق، 10 دقايق بالكتير قوي. ما تكتريش عشان لحم الجمبري ما يشدش معاكي. وطلعي بقى وافتحي بقى الغطا في الاخر، سيبيه كده يشرب بقيه الميه اللي نازله من الخضار اللي هي الطماطم والفلفل، واستمتعي باحلى منظر واحلى ريحه واجمل طعم كمان. والله طعمه لذيذ جدا. بصي بقى لما قدمته، طبعا انا كنت عامله حلقه السمك المكرونه، هتلاقوها على صفحه مطبخ ماما الكبيره. دي بقى انا عايزاكم بقى، بصوا همتكم معايا في الصفحه دي بقى، همتكم بقى معايا بقى متابعه ولايكات وشير بقى، عشان عايزاها تكبر عمل على المشكله ما تتحل في صفحه مطبخ ماما. بصوا المنظر يا جماعه، بالله عليكم المنظر محتاج اي تعليق، اي حد يتكلم. يا نهاري لو جربتوه ودقتوا طعمه بقى. مستنيه رايكم ضروري. الرز مفلفل جميل، رز صياديه، عملته معاكم كذا مره بس ما رضيتش اطول الفيديو. والسمك المكرونه اهوت جرنشته بقى بالليمون. الحلقه هتطلع على صفحه مطبخ ماما الكبيره. والجمبري برضو اديت له رشه كزبره خضره كده. وادي الاكله مع طرنشات ليمون كده للجرنشه والتزيين. وادي الاكله بتاعتي. سهله ولا لا؟ السمك حلو جدا في الايام دي في الدراسه. اجمل حاجه في الشتاء السمك بيبقى طازه وجميل. استغلوا. طبعا عماله نص الراس دي فوائد وكلها بطاريخ وايه. استغلوا بقى الشهور اللي فيها بتنتهي بحرف الراء، زي سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، يناير، فبراير، ديسمبر، يناير، فبراير، لغايه الشهور دي كلها احلى سمك بيبقى جميل جدا، والصيادين عارفين الكلام ده. شوفوا الجمبريايه وبتتقطم ازاي. يلا شير بقى عشان الصفحه الجديده تكبر كده والناس كلها تعرفها، زي ما وقفتوا معايا وكبرنا وكبرت الصفحه الكبيره بفضل الله ثم بمجهودي ووقفتكم في ظهري. عايزين نعمل في دي كده كمان. يلا حبايبي، اترككم في رعايه الله، اقول لكم ربنا يصلح ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اغلى واحب اخوات ليا.